انت قلت لي مفاجأة وقلت لي من شوية في الفقرة اللي فاتت كل الناس ورقة لحمة، ورقة كبدة، ورقة سجق، ورقة جميع انواع الورق، لكن نسيوا الفراخ، مع ان احنا كلنا بنحب الفراخ وخاصة الاطفال. برافو عليك. طيب فانت عملت لي بقى ايه؟ انا عملت ورقة فراخ ممتازة. قول لي الاول مقادير عشان انا بحب اجرب، وقول لي بتتعمل ازاي وبعدين افتح بقى السر بتاعك. تمام. هو احنا بنقطع بصل. تمام. بصل حلقات خالص زي اي ست بيت بتقطعه، وطماطم وفلفل. بصل وطماطم وفلفل. تمام. ده الثلاث حاجات دول اساسيات. في ناس بقى بتحب تبقى بتخلي شكلها احلى فبتحط لها فلفل الوان. تمام. وبرده الفلفل الالوان بيدي لها تيست اعلى، بيدي طعم وريحه اكتر وشكل. تمام. تمام. ده بالنسبه لتقطيع الخضار عليها. بالنسبه بقى للتوابل بتاعتها، احنا بنحط مرقه دجاج خفيفه خالص، يعني مع مثلا انها فراخ احط لها مرقه دجاج عشان التيست بتاع الطعم. بيدي تيست فظيع. وهنحط ورق لورا، تمام، ورقه او ورقتين، وحبهان، وشويه فلفل اسمر بسيط، والثوم. طبعا الثوم هي التوابل بتاعتنا العاديه، اللي هي التوابل العاديه خالص، مفيش اي حاجه غريبه غير ان احنا نحط جزء من مرقه دجاج. تمام. حلو. وكمان الفراخ لما بتكمريها كده بورقه زبده وورق فويل من فوق منها انا كنت قاعده وشم الريحه بصراحه. لا ده كمان الشكل يا استاذه فاتن ما اقولكيش. طيب انا كنت هاكل نصها وانا جاي، بس قلت مش مشكله. هنشوف عم عزب هيحط لنا الكاميرا وهيقرب لك ليها، وافتح بقى. هنفتح يا عم عزب، وهنتخانق كلنا دلوقتي عشان مين ياكل ومين يدوق. محدش هيمد ايده يا عم عزب، محدش هيمد ايده. أيوه. الله على الريحه يا جماعه، انتوا مش شايفين الريحه شكلها ايه هنا؟ طب انا لازم ورقه زبده؟ هو الاصح، لان ورق الفويل ممكن انت عشان الكاميرا احنا كده احنا هنحطها انت هنا. هتنقلها انا اهو انا بوري الكاميرا.